اليوم تأجل تمرين الهلال 45 دقيقة بسبب عاصفة مطرية، وأنباء تقول احتمالية تأجيل المباراة، وأنا أتمنى تأجيل المباراة لأن ما يحدث من الاتحاد الدولي لكرة القدم شيء غير منطقي. الهلال وفلومينينسي راحة 3 أيام، بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان راحة 6 أيام. أنت لو تقول راحة 4 إلى 5 أيام، يوم زيادة معقولة، لكن ليش الجدول بهذه الطريقة؟ ليش؟ جدول سيء، واذا كان في خطأ ليش ما تعدل؟ اذا انت اساسا تتلاعب بجدول المباريات الان بسبب حالة الطقس الغريبة. بطولة بصراحة ملاعب غريبة، حالة طقس اغرب، قرارات اغرب، والان الهلال راح 3 ايام وهو لاعب اشواط اضافية. نعم جدول من بداية البطولة، لكن الواحد ما يعرف هو بيكون اول ولا ثاني بيتأهل، فما في نادي يقدر يحتج على جدول مبهم. الآن تمرينه تأجل 45 دقيقة، وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان كبار القوم 6 أيام راحة، يعني تقريبا أسبوع، وهذيل 3 أيام. شيء غير منطقي بصراحة، لكن شيء يعني لهذه البطولة أخطاء كبيرة، وبصراحة يعني الموقف غير جيد، وأنا أشوف فيه ظلم للهلال وظلم الفلومينينسي بعد، يعني اللي كان معاه في نفس اليوم، ولو ان الهلال اخر فريق لعب في الدور الماضي واول فريق بيلعب الان في هذا الدور. ما يصير هذا الكلام، ما يصير. صحيح دورتموند بعده، لكن اتكلم مجازا. فصراحه يعني شويه انصاف يا اخي. شفت عندك خطا في الجدول، خطا في تواقيت المباريات، عدل يا اخي. ما بيصير شيء في الدنيا اذا الهلال لعب السبت ولعب الاحد. لكن هذه البطولة لما تكون في أمريكا، مجاملات، قرارات غريبة، مباريات تتوقف، بلد مش مختص في كرة القدم. تخيلوا لو هذه البطولة في أوروبا، تخيلوا بس كيف راح يكون. الله معاك يا الهلال، وإن شاء الله أنك موفق خير.